السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى وصفة جديدة من شيوات منى. كما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم طريقة ديال سلو صحي، طريقة باش كنخدمو أنا دائما، والطريقة اللي ممكن نقولوا عليها صحية وغادي يعطيكم واحد سلو اللي صحي 100%. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. مقادير كذلك على حسب كل واحد، وكذلك على حسب كمية اللي بغا كيدير العبار. أنا غادي نخدم لكم بكمية قليلة وانتم لكم الاختيار، ممكن تضعفوا المقادير. وبالنسبه كذلك طرق باش غادي نخدموا ان شاء الله تكون طرق اللي بسيطه ومشروحه كذلك لكم. كنتمنى ان شاء الله نقدم لكم واحد السلو اللي صحي وفي نفس الوقت كيكون الطرق ديالو بسيطه. غادي نخليكم ان شاء الله مع الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه لهنا للمقادير كما تشوفوا معايا، خديت اللوز. بالنسبه للوز خديته درتو هنا بالقشره ديالو، غادي ندخلو الفران نحمرو. انا هنا بالنسبه للمكونات كلهم غادي نحمرهم في الفران، هكا احسن من القلي. يعني باش نحصلوا على سلو صحي خصنا نخدموه كذلك بطرق صحيه. وبالنسبه كذلك الزنجلان تا هو غادي ندخلو الفران ونحمروه. هنا عندي الزنجلان بلدي اللي كذلك منقي، وغادي ندخلو نحمرو في الفران حتى ياخذ داك اللون ديال التحمار ديالو. بالنسبه للفران كيكون في الاول سخون، من بعد كنقصوا عليه. وإلا كان عندكم الفران ديال الضو كتسخنوه مزيان وكتبداو تحمروا فيه وتعاودوا تطفيو وتعاودوا كذلك تشعلوه. المهم على حسب كل واحد والفران ديالو. هنا بالنسبه كذلك للدقيق كما تشوفوا معايا، خديت الدقيق ديال القمح اللي كيكون بالنخاله ديالو. انا بطبيعه الحال حيدت ليه النخاله، نخلته مزيان حتى ما بقاش فيه النخاله. وغادي نحمرو هنايا، غادي ندخلو كذلك الفران وغادي نبقى معاه حتى يتحمر وياخذ داك اللون الذهبي ديالو ديال التحمار. هنا بالنسبه للوز حمرته مزيان، ومن الاحسن نحمروه بالقشره ديالو باش هكا يبقى لينا صحي ونستافدوا من المنافع ديالو. هنا غادي كما تشوفوا معايا كنزيد ليه سكر كلاصي. عندي هنايا 4 المعالق تقريبا ديال سكر كلاصي كنزيدهم ليه، وعلى حسب الحلاوه وعلى حسب كل واحد الدرجات ديال الحلاوه اللي كيبغي. انا هنا بالنسبه للسلو غادي نجمعو بالعسل، يعني درت غير 4 المعالق، ما درتش بزاف ديال سكر كلاصي. وغادي ندخلو نحمرو نطحنو نطحنو مزيان حتى يتعلق، وغادي نستعملوه. بالنسبه للدقيق كما تشوفوا معايا راني حمرته، خدا ليا داك اللون الذهبي. حاولوا عليه باش ما يتحرقش ليكم، باش ما يعطيكمش ديك المروريه في السلو. هنا خديته خليته حتى برد مزيان، درتو هنا في واحد القصعه فاش غادي نجمع سلو. صافي هنايا بالنسبه للكميه راكم غادي ديروا الكميه اللي على حسب كل واحد الافراد ديال الدار ديالو. بالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم مكتوبين في خانه الوصف اللي استعملت انايا. هنا خديت اللوز قسمته على جوج، بالنسبه لنص كميه درتها مطحونه مزيان مع سكر كلاصي، والنص كميه الاخرى خليته مهرمش كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للوز اللي بغى يخليه بعض الطريفات اللي كيكونوا صاينين، ممكن على حسب نتوما شنو كتبغوا في السلو. هنا بالنسبه كذلك الزنجلان خديت نص الكميه طحنتها مزيان، ونص الكميه الاخرى خليته شويه مهرمش. انا كنفضل السلو يكون بهذه الطريقه، وانتم لكم الاختيار بالنسبه للمكونات على حسب واش بغيتوها تكون مطحونه بزاف ولا تكون غير مهرمشه. هنا كذلك بالنسبه لحبه حلاوه والنافع خديتهم طحنتهم مزيان. عندي هنايا معلقه ونص ديال حبه حلاوه. وكذلك بالنسبه للنافع غادي ندير كذلك معلقه ونص. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع ما حمرتهمش، يعني طحنتهم هكاياك، يكفي انهم يكونوا منقيين مزيان وكطحنوهم وكتستعملوهم. عندي كذلك هنا بالنسبه لإيلان، إيلان ديجا عندي منقي ومحمر ومطحون كذلك كما كتشوفوا. هنا عندي تقريبا زلافه مع مرش، غادي نضيفو حتى هويا. وغادي نضيف هنا كذلك بالنسبه للمسكه الحره، هنا دقيتها مزيان تقريبا واحد 3 ديال الحبيبات ولا 4 على حسب، كتكون دقوها مزيان. وهنا غادي ندير كذلك راس معلقه صغيره ديال القرفه، يعني القرفه ما كنكثرهاش بزاف. وكذلك الكوزه غادي نحكها هكايا شويه غير كتنسيمه في السلو، نحكو هكا غير شويه ما نكثروهاش بزاف. وصافي هنا غادي نبدا نخلط المكونات مزيان. هادو هما المكونات اللي استعملت انا في السلو، غادي نخلطو مزيان ونحاول نمعكو مزيان. حتى بالنسبه لداك اللوز والزنجلان كيحاولوا هكا في هاد الاثناء فاش كنبقاو نمعكوهم مزيان كيخرجوا لينا داك الزيت ديالهم. يعني ما كنحتاجوش نزيدو هنايا بزاف ديال العسل او الزبده، اللي كيبغي كذلك يجمعوا بالزبده، ولكن انا هنا غادي نجمعوا له بالزيت عفوا بالعسل. وكذلك كاين اللي كيجمعوا بالزيت ديال الزيتون، على حسب كل واحد شنو كيبغي في السلو ديالو.
غير هنا باش نحصلوا على سلو صحي كنفضل ما نديروش ليه بزاف ديال الدهنيات، لا بالنسبه للزيت او كذلك الزبده، كنفضل نجمعو بالعسل. هنا غادي نبقى نضيف غير كميه قليله ديال العسل وكنمعك، وفي نفس الوقت راه هذوك الزيوت ديال الزنجلان واللوز كما قلت لكم راه كيعاودوا يخرجوا، يعني كيعاود يبرز داك الزيت ديالهم. كل مره كنزيدو غير القياس ديال العسل باش ما يوليش لينا ميدم بزاف ومجموع بزاف كذلك، يعني كنزيدو غير القياس، ومع ذلك راه كنمعكو في المكونات. المهم هذه هي الطريقه ديالي ديال السلو، يعني طريقه اللي صحيه وفي نفس الوقت سهله بزاف. غادي نبقى انا بهذه الطريقه حتى ان شاء الله نجمع السلو ديالي ونخليكم مع الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا معايا المقادير كلها مقادير اللي صحيه وخدمته بهذه الطريقه اللي كتسهل عليكم كذلك الخدمه ديالو. يعني كنتمنى يكون ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم وتجربوا. وكما قلت لكم كل واحد والطريقه ديالو وشنو كيخدم في السلو ديالو. المهم بغيت نشارك معكم كذلك انا الطريقه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكما العاده ما غاديش نخلي ما نقولش لكم ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم اللي كتشجعوني بهم دائما، وبالتعليق ديالكم، وكذلك الاشتراك في القناه. وشكرا بزاف للمتتبعين الجداد اللي انضموا للقناه، كنبغي نشكركم، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وغادي نخليكم ان شاء الله ونضرب لكم موعد فيديو